السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في اكلة وصفة سهلة. هعمل معاكم الفراخ المشوية في الفرن زي ما انتم شايفين كده بطريقة تحفة جدا بطعم وريحة مفيش اجمل من كده. كمان هقول لكم ازاي نسوي الفراخ بسرعة في الفرن. حقيقي من جمال طعمها مش هتبطلوا تعملوها غير بالطريقة دي. يلا بينا نسمي الله ونبدأ على طول. معايا هنا فرختين هقطعهم 4/4. طبعا انت هتعملي كمية الفراخ اللي تناسبك، ممكن تعمليها بالاوراق بس وممكن تعمليها بالصدور بس، الطريقة اللي تريحك طبعا اعمليها. هنبتدي بقى اول حاجة كده نشيل من الفراخ اي حاجة احنا مش عايزينها. يفضل طبعا لما تكوني هتشوي فراخ تبقي حطاها في التتبيلة بتاعتها من قبلها بليلة كده في التلاجة. طبعا الفراخ بتتشرب براحتها من التتبيلة، كمان بقى بيفرق معانا في الطعم. بعد كده بقى هنقطع الفراخ الاول نصين وهنقطعها 4/4. هنبتدي بقى نمسكها ربع ربع كده ونقطعها بالسكينة زي ما انتوا شايفين كده. حاولي بقى تقطعيها بالسكينة او تشرحيها بالطريقة دي على قد ما تقدري. الطريقة دي هي اللي هتسوي معانا الفراخ ومش هتاخد معانا وقت في الفرن خالص. بعد كده هنيجي على الصدر برضو هنقسمه نصين. هتعملي فيه شرايح برضو بالسكينة، بس هتحاولي تضغطي على السكينة شوية بحيث ان تقطيع الشرايح ده يبقى داخل لجوه حبة كتار كده. كل ما هتقطعي في الصدر وتعملي الشرايح بتاعته داخله لجوه كده هيستوي معانا بسرعه. حتى تعالي برضو على الجناح ودخلي فيه السكينه بالطريقه دي. احنا عايزين الصدور دي تستوي في نفس الوقت اللي هتستوي فيه الاوراق. اهو زي ما انتوا شايفين انا عامله فتحات كبيره في الفراخ علشان ما تاخدش معانا وقت في السوا. هشيل بقى الفرخه اللي انا قطعتها دي في طبق علشان اجيب الفرخه التانية هقطعها برضو بنفس الطريقه. طبعا انا هختصر الوقت علشان ما اطولش عليكم. بعد كده هجيب طبق وهحط فيه عصير ليمونتين كبار، وهحط كمان معلقة كبيرة من خلطة المشويات، معلقة من الفلفل الأسود، ومعلقة من الكمون، معلقة من الكزبرة الناعمة، معلقة من البابريكا، معلقة من الكاري، وهنحط قد معلقتين صغيرين من دبس الرمان، وهحط معلقتين كبار من الصلصة، وهحط قد نص معلقة صغيرة من الخل. كده هحط 3 معالق كبار من الزيت. طبعا معلقتين الزيت اللي بنحطهم دول يخلوا الفراخ تتحمر حلو قوي وبيدوها لمعة جميلة جدا. وهقلبهم بقى مع بعض كويس قوي. كمان هحط معلقة صغيرة من الملح، كنت هنسى احط الملح كويس ان افتكرته في الاخر. هنقلب بقى الخليط بتاعنا ده كله. بعد كده بقى هنحطه على الفراخ. بعد كده هدعك فيهم بقى الخليط ده كويس قوي. هندعكهم بايدينا كويس قوي وهندخل بقى كل الخليط ده هندخله في الفتحات بتاعة الفراخ. همسكهم بقى بايدي كده حتة حتة واتأكد ان انا دعكتها بالخليط كويس قوي. بعد كده هخلص وهغطيها وهحطها في التلاجة بقى تقعد لها ساعة 2-3 على قد ما تقدري تسيبيها في الخلطة دي. ممكن كمان تعمليها من بالليل هتفرق قوي في الطعم. خلاص انا كده خلصت. هنروح بقى نعمل البصل اللي هنحطه تحت الفراخ بتاعتي. بعد كده جبت 4 بصلات وقطعتهم شرايح زي ما انتوا شايفين كده. طبعا كمية البصل اللي هتفرشيها تحت الفراخ دي ترجع لك انت، لو حابة تكتري اكتر من كده مفيش مشكلة هتبقى حلوة قوي. بعد كده خدت نص البصل وفردته في الصاج. بعد كده قطعت على البصل قرن فلفل احمر واخضر، وهرش عليه بقى شوية من الفلفل الاسود
وشوية من الملح. هندعكهم كلهم مع بعض كويس قوي كده بالملح والفلفل الاسود. هنسويه بقى كويس كده وهنفرده كويس في الصاج. بعد كده هنرص عليه الفراخ. انا هنا بقى علشان اضمن سوا كل حاجة كويس، انا هحط الاوراق لوحدها في صاج، وهحط الصدور لوحدها برضو في صاج زي ما انتوا شايفين كده. هناخدهم بقى وعلى الفرن على طول. هنبقى مشغلين الفرن قبلها بربع ساعة او نص ساعة على درجة حرارة عالية، وهنحطها طبعا على الرف الوسطاني في الفرن. وزي ما انتوا شايفين ده شكل الفراخ بعد ما طلعت من الفرن، واخدة بقى درجة شوي زي ما انتوا شايفين كده، تحفة جدا. كمان علشان تختبري الفراخ ان كانت استوت ولا لأ، هتجيبي خلة او ايد معلقة وهتغرزيها في حتة من الفراخ. لو طلعت مية هتبقى لسه ما استوتش، لو ما طلعتش مية خلاص تبقى كده استوت وتطلعيها على طول. وطبعا مش هنحطها تحت الشواية لان المدة اللي هتقعد فيها في الفرن كافية جدا ان هي هتحمر معاكي وش الفراخ من فوق. مش عايزة اقول لكم بقى على شكل الفراخ وريحتها طالع تحفة جدا. كمان البصل اللي تحتها ده بيبقى طعمه خطير بجد. دي احلى فراخ هتشووها في الفرن. اتمنى الطريقة تكون عجبتكم وبألف هنا وشفا.